حصل لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم في الشيلي على مكافأة مالية قدرها 300 مليون سنتيم لكل لاعب، وذلك كمكافأة شخصية من الملك محمد السادس تقديرا للإنجاز التاريخي الذي أدخل المغرب سجل المتوجين عالميا. وحسب ما نشره موقع ميديا 90 فقد شملت المكافآت الملكية كافة أعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري الذين رافقوا البعثة الوطنية إلى الشيلي، فيما ينتظر أن تكون مكافأة المدرب محمد وهبي مضاعفة عرفانا بدوره الكبير في قيادة المنتخب إلى التتويج العالمي. وكان الملك محمد السادس قد خص المنتخب الوطني باستقبال ملكي سام، حيث ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن حفل الاستقبال الرسمي بالقصر الملكي بالرباط نيابة عنه، وهنأ اللاعبين وأعضاء الطاقم على هذا التتويج التاريخي والمستحق الذي رسخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.